ازيكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنكمل مع بعض سلسلة التفريزات الشهرية، او التجهيزات بتاعة المشتريات بتاعة الشهر بتاعتنا. احنا طبعا مش هاجي يوم واحد بس في الشهر اطلع عيني فيه واتعب، لا طبعا. انا بقسم المشتريات بتاعتي او الحاجات بتاعتي على حسب الشهر بتاعي. تمام كده. طيب احنا معانا ايه النهارده؟ معانا فيديو خاص بكل البقوليات اللي احنا بنشتريها على مدار الشهر. طبعا كل الحاجات اللي احنا بنعملها بتبقى تجهيز يوم واحد، ايوه، بس يوم واحد مثلا فراخ، يوم واحد لحوم، يوم واحد تجهيزات السوبر ماركت، يوم واحد تجهزي فيه البقوليات زي ما احنا هنعملها النهارده. عايزه اقول لكم الموضوع ده بيسهل كتير جدا، وبيخليكي ما تفكريش كتير في حته هناكل ايه النهارده. تمام كده. انا عملت ايه؟ فضيت الكيلو بتاع الفاصوليا وكمان الفول. وهنا الفول انا بحب احط عليه اللي هو حبوب الغلة. كل الحاجات دي من بالليل لحد الصبح. الموضوع ده انا عملته بالليل، وبعدين تاني يوم الصبح قمت كملت. عملت ايه؟ فضيت الفاصوليا، فضيت الفول، فضيت العدس اللي هو بتاع الكشري المصري، وكل الحاجات بتاعتنا الجميلة دي فضيتها في الاطباق او علب بغطا او ايا كان هتنقعوهم في ايه. انا كل الحاجات دي فضيتها ونزلت عليها بالمية عادية من الحنفية، مفيش اي اضافات نهائيا. وكمان معايا هنا الحمص، علشان طبعا حمص الشام الجميل بتاع الشتاء، وكمان بنعمل منها الطعمية. وكمان بنستخدم الحمص في أكلات كتير جدا، بعض الطواجن، وكمان بعمله فوق كشري المصري. زي ما انتم شايفين أنا حطيت على كل الحاجات بتاعتي مية عادية من الحنفية، وهسيبهم لحد تاني يوم الصبح. هتعملي ايه تاني يوم الصبح؟ هنشوف دلوقتي مع بعض. طيب ايه الفايدة من اللي انت بتعمليها دي؟ طبعا البقوليات فيها بعض الغازات دي بتبقى طبعا ضارة جدا للمعدة ولينا، فمش هينفع ان انا استخدمه على طول، لازم انقعه. طيب هنيجي للفول. الفول بننقعه ليه؟ علشان لما اجي اسويه على البوتاجاز يكون كده طري معايا، والقشرة بتاعته دايبة وحلو. عملتي ايه هنا؟ انا كل اللي انا عملته جبت الفاصوليا بتاعتي ونزلت عليها برشة ملح، غيرت المية طبعا، وحطيتها على النار تتسلق نص سلقة، مش سلقة كاملة. تمام كده. وكمان الفول كل اللي انا ضفته عليه رشة من الكركم. لو انتوا حابين تضيفوا طماطم وليمون مفيش اي مشكلة. كمان ضفت عليه مية نظيفة جدا غير المية اللي انا نقعته فيها من بالليل. زي ما انتم شايفين هنا الفاصوليا بتاعتي بدأت تغلي، وكمان الفول بدأ يغلي، ولكن درجة سوى الفاصوليا مش هتبقى نفس درجة سوى الفول. فهنا الفاصوليا بتاعتي خلصت واديتها شطفة علشان توقف عملية السوى بتاعتها، لان انا لسه هشيلها في الفريزر. وطبعا الموضوع ده هيساعد كمان ان هي تاخد سوا معايا. شايفين هنا الاكياس بتاعتي انا قفلتها ازاي؟ حطيتها في اكياس عادية جدا، مفيش اي حاجة خالص توقفنا. وجبت كده سكينة قديمة عندي وشغلت البوتاجاز جنبي. زي ما انتوا شفتوا كده بمشي السكينة من ظهرها، مش من الحز بتاع السلاح من قدام، لا من ظهرها. وبعدين بعد كده هبدأ ان انا اقفل الكيس زي ما انتوا شفتوا بالظهر السكينة وهي سخنة. ما بسيبش الكيس على السكينة كتير علشان ما تتقطعش ويبقى مقطع، مش يبقى مجرد ان هي تتلحم. تمام كده. ده كده الفاصوليا. تعالوا بقى للفول. بعمل فيه ايه؟ ببدأ ان انا اضربه كله بالخلاط او الهاند بلندر علشان يبقى ناعم زي ما انتم شايفين. طبعا لو انتم مش حابينه يبقى كده، حابينه تسيبوه زي ما هو عادي، مفيش اي مشكلة، ولكن الموضوع ده اختياري. بعد كده عملت نفس الحركة، ان انا عملت كده بظهر السكينة وقفلت الأكياس كويس قوي. عايزة أقول لكم الطريقة دي تحفة جدا، ما بتخليش معايا الأكياس تبقى مكلكعة، ولا بتاخد مسافة ووقت ومكان في الفريزر بتاعي. وشلت كده جزء منه في علبة علشان أشيله في التلاجة. تعالوا بقى للفول المدشوش، أو زي ما انتوا بتقولوا عليه ايه، الفول المتقشر ده. ده أولا أنا بنقعه بس وأشيله في الفريزر. طب بتعملي بيه ايه؟ طبعا في ناس بتحب تعمل البصارة، طبعا ممكن تستخدموه في عملان البصارة، أو طبعا الطعمية بتاعة الفطار. انا عملته في كيسين، هنعمله مع بعض
بالتفصيل وهنشوف هنعمله ازاي. برضو العدس اللي هو بجبة بتاع الكشري المصري كمان بعمل بيه وصفة غير وصفة الكشري المصري، وصفة كده بالبيض هتعجبكم جدا، طاجن في الفرن ان شاء الله برضو هنعمله مع بعض. وكمان معايا الحمص انا كده سلقته، لا سوري ما سلقتوش، انا بس نقعته وهعبيه كده في اكياس برضو وهشيله في الفريزر، مجرد هطلعه استخدمه على حسب هستخدمه في ايه. طبعا الحمص ممكن نسلقه لان كل الحاجات اللي بعد كده بنستخدم فيها الحمص بيبقى مسلوق، ولكن انا هنا شلته في الفريزر لاني كنت خلاص خارجه الوقت ده، فبدات ان انا اشيل باقي الاكياس. معايا هنا برغل، البرغل ده نقعته فقط لا غير، ما بعملش بيه اي حاجه. كل اللي انا بعمله حاجه من الاتنين، يا اما باخده ان انا اسويه طبعا طواجن واحشي بيه لأ سوري مش حشو، أنا بازوّد بيه كمية الكفتة، بيبقى تحفة جدًا، جدًا، جدًا. زي ما أنتم شُفتوا مواضيع سهلة بسيطة جدًا، فيديو سهل وبسيط كده وخفيف، حبيت إن أنا أشارككم إزاي ممكن نقسّم حاجتنا دي في السريع كده ونشيلها في الفريزر. صدقوني الطريقة دي هتوفّر عليكم كتير جدًا وهتوفّر عليكم تفكير في هنتغدى إيه بكرة. هيبقى كل حاجة عندِك متقسّمة وجاهزة على مجرد بس تخرّجيها تعمليها مباشرةً في زي ما أنتِ عايزة على حسب فاصوليا أو أيًا كان الأكل اللي هتعمليه. أتمنى الفيديو يكون عجبكم وأتمنى تكونوا استفدتم، طبعًا مش شرط تعملوا نفس الحاجات دي، هي مجرد أفكار. أشوفكم في فيديو جديد ومع السلامة. متنسوش لايك للفيديو واشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش.